السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فتح أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا سما فهدى الله به البشرية وأنار القلوب الإنسانية وحاشاه ربه عيبا ووسما اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه. اتقوا الله فإن التقوى خير زاد يقدم به العبد على مولاه وخير ما أسر به وخير ما أعلن به فمن وجد التقوى فقد وجد كل شيء ومن فقدها فقد فقد كل شيء. يقول رب العزة جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون بالله ورسوله اعلموا جيدا
أن هذه الحياة الدنيا دار ممر لا دار مقر، ودار فناء لا دار بقاء. أيها المغرور بالدنيا انتبه، إنها حال ستفنى وتحول، واجتهد في نيل ملك دائم، أي خير في نعيم سيزول. واجتهد في نيل ملك دائم، أي خير يا عبد الله في نعيم سيزول. لو عقلنا ما ضحكنا لحظة، غير أنها فقدت منا العقول. هي الدنيا يا عبد الله تقول بملء فيها، حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أحلام نائم يا عبد الله، الدنيا يا عبد الله أحلام نائم أو كظل زائل. إن اللبيب بمثل هذه الدنيا الفانية لا يخدع. إن اللبيب يا عبد الله بمثل هذه الدنيا الفانية لا يخدع. أراها يا عبد الله، أرى الدنيا الزائلة الفانية، وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. سحابة صيف عن قليل تقشع، زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ يا عبد الله، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا خادم الجسم الذي يخدم جسمه ولا يخدم دينه وإيمانه ويقينه، ولا يخدم يقينه وإيمانه، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. يا عبد الله أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. يا عبد الله أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. ويا حريصا على الدنيا يجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. ويا حريصا على الأموال يجمعها، بالله هل لخراب العمر عمران. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. لا تغترر يا عبد الله بشباب خضر نضر، فكم تقدم يا عبد الله قبل الشيب شبان. كم تقدم يا عبد الله قبل الشيب شبان. إن الموت ليست له سن محدودة، ولا وقت معلوم، إنما يأتيك بغتة وفجأة. كل الذين رحلوا من هذه الدنيا الفانية رحلوا وهم لا يشعرون متى يرحلون. كل الذين يرحلون من هذه الدنيا الفانية قد رحلوا وهم لا يشعرون متى يموتون. لا تغترر بشباب خضر نضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أيها المؤمنون بالله ورسوله،
اعلموا جيدا أن القلب ملك الأعضاء وأساسها وقائدها وإمامها ورئيسها. فالقلب أيها المؤمنون مصدر شقاوتها وسعادتها ومصدر نعيمها وجحيمها. إن الجوارح كلها تبع لقلوبنا أيها المؤمنون، فالقلوب هي مصدر سعادتنا وشقاوتنا، كما هو مصدر صلاحنا وفسادنا، كما هو مصدر نعيمنا وجحيمنا. يروي الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تنبهوا وتفكروا جيدا في هذا الحديث العظيم الشأن الذي يخبرنا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه في هذا الحديث الشريف أن هذه الجوارح لا معنى لها، بل كلها تبع ورعية ومتبوعة لقلوبنا. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن القلوب تنقسم إلى 3 أقسام. إن القلوب تنقسم إلى 3 أقسام: قلب سليم، وهو الذي سلم من الآفات والمكروهات، هو الذي سلم من كل مكروه وسوء، من حقد وعداوة وبغضاء وحسد لمسلم وحب الجاه والشهرة وحب الشبهات والشهوات، وهو الذي أثنى عليه ربنا جل في علاه يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. والقلب الثاني هو القلب الميت، فالقلب الميت هو الذي لا يكون فيه خير، كله مملوء بالشرور والشبهات والشهوات، كله مملوء بخصال كلها تبغض الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو قلب الكفار والمجرمين والمنافقين. والقلب الثالث هو القلب المريض، فالقلب المريض فيه نوع من الحياة، وفيه أنواع من الأمراض والأسقام، من حب الجاه والشهرة واتباع الشهوات الفاتنة والأفلام الخليعة، لكنه فيه نوع من الحياء والإيمان. أيها المؤمنون بالله ورسوله، رأس حياة القلوب هو الإيمان بالله وحده، هو معرفة الله جل في علاه ومحبته والشوق إلى لقائه وتقديم أمره على جميع أوامر نفسك وهواك، والاشتغال بذكر الله جل في علاه، والأنس بذكر الله جل في علاه، وتلاوة كتابه جل في علاه، ومجالسة الصالحين. هذه بعض الأشياء التي تحيي قلوبنا وترفع شأنها إلى العليين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، يروي الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه مكايد الشيطان أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن الشيطان واضع خرطومه على قلوب بني آدم. إن الشيطان
واضع خرطومه على قلوب بني آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله التقم، أي التقم القلب حتى يوسوسه ويخرجه عن طبيعته الغريزية. ويروي الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لولا أن الشياطين تحوم على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. وثبت في مسند الفردوس أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا جعل له واعدا من قلبه. إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا جعل له واعدا من قلبه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا طيبة سليمة يحبها الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروا الله وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله وأطيعوه واحذروا عن مخالفة أمره وعصيانه، فإن أجسادكم على النار لا تغوى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن لمرض القلوب نتائج وخيمة سيئة بغيضة، فمن تلك النتائج التي تنتج عن مرض القلوب عدم الهداية وصرف الهداية عن تلك القلوب الفاسدة المريضة الشنيعة. يقول جل في علاه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه بعض النتائج التي تنتج عن تلك الأمراض والأسقام التي تلحق ببعض قلوب المسلمين. ومن تلك النتائج الوخيمة التي تنتج عن مرض القلوب أن الله سبحانه وتعالى يعاملهم بنقيض قصدهم ونقيض طلبهم. يقول جل في علاه: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ومن تلك النتائج الوخيمة الشنيعة التي تنشأ عن مرض القلوب أن الله سبحانه وتعالى يحشرهم على صورة فظيعة وشنيعة. يروي الإمام البخاري
في كتابه الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر في سورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، ثم يساقون إلى سجن في جهنم فيسقون من عصارة أهل النار والعياذ بالله. أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى صاحب الحوض والشفاعة الكبرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مستجيب الدعوات، أصلح أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وغرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوال الصومال إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الحال بعزتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة والإجابة والقبول والرحمة. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق، وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم إن بالعباد من الجوع والضنك والحروب الاقتصادية والسياسية ما لا نشكو إلا إليك. اللهم عجل فرجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق، وانصر إخواننا المسلمين في ليبيا، وانصر إخواننا المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأقم الصلاة وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. So
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.